حلقة النهاردة عن عبد الحليم حافظ، أو زي ما بيقولوا العندليب الأسمر، أشهر مطرب في مصر وفي الشرق الأوسط وفي الوطن العربي كله. عبد الحليم أكيد هتبقى حلقته إن شاء الله بإذن الله جامدة وأجمد بلايكاتكم وأجمد بمشاركتكم للكومنتات واشتراككم في القناة، ومهم جدا تكتب لي أكتر أغنية بتحبها للعندليب الأسمر. خليني اقول لك انه العندليب الاسمر ولد يوم 21 يونيو لعام 1929. العندليب ولد يتيم الاب والام. خليني اقول لك علشان كده دايما كان باين عليه ملامح الحزن والاسى، ومعظم الاغاني بتاعته فيها حزن لدرجه ان كل الناس كانت بتحس ان جواه حزن مش ممكن ينتهي. عاش عمره كله يغني لنا اغاني وللنهارده عايشه برغم رحيله، اغاني ما تتكسفش وانت بتسمعها. عبد الحليم درس واتخرج من معهد الموسيقى عام 1948 واشتغل مدرس لماده الموسيقى لفتره صغيره جدا. اول ما ظهر في الاذاعه ظهر في سنه 1952 وكانت اغنيته المشهوره صافيني مره، وشد الناس ليه بصوته الدافي واحساسه المختلف. على مدار مشواره غنى مئات الاغاني، زي اغاني رومانسيه زي يهواك وزي الهوى، وكمان اغاني وطنيه عدى النهار وحكايه شعب، وكمان ديني. ومش بس كده، عمل كمان عديد من الافلام العربيه زي ايامنا الحلوه والخطايا وابي فوق الشجره. برغم نجاحه الكبير إلا أن عبد الحليم كان بيعاني من مرض مزمن وهو مرض البلهارسيا، اللي فضل معاه المرض من وهو طفل لحد ما توفاه الله يوم 30 مارس عام 1977 في لندن، وكانت جنازته أسطورية وملايين الناس نزلوا الشارع يودعوه، واللي فضلت أغانيه لحد النهارده الناس بترددها. رغم ان هو توفى الا اغانيه عايشه في قلوبنا. خليني احكي لكم موقف صغير حصل مع عبد الحليم قبل وفاته. حكوا الناس، ما اعرفش هو كان موقف حقيقي او لا، بيقولوا انه العندليب الاسمر كان لما يبقى زهقان ياخد عربيته، اول عربيه اشتراها ياخدها وينزل يلف بيها. وطبعا في يوم من الايام قابله شاويش مرور، فراح قال له لو سمحت اوراقك فين؟ لكن قال له انا مش معايا الاوراق، وهو شكله ما كانش يعرف ان هو العندليب، لحد ما الناس اتلمت حواليه وقالوا له لا ده مشهور وده اسمه العندليب الاسمر، وعرفوه انه حد معروف يعني اكتر من الورق. فطبعا الشاويش قعد يعتذر له ويلح عليه لحد ما العندليب قال له مفيش اي مشكله. ومن هنا بدات علاقه العندليب بالشاويش، والشاويش كان بيحب العندليب جدا. ومر الزمان واتصل بيه الشاويش، عزموا على فرح بنته، وطبعا عبد الحليم ما رفضش، فطبعا هو قال في دماغه كده انه مش هيجي، لكن عبد الحليم فعلا راح قدم هديه لبنت الشاويش طقم سوليتير ده زي ما اتقال. وبعد فتره عبد الحليم لما شد عليه المرض وسافر عشان يشوف الدنيا ايه في لندن، توفاه الله، لدرجه ان الراجل ده حزن حزن شديد جدا من كتر ما عبد الحليم كان واقف معاه. وفي الاخر راح بنى كوخ جنب قبره بس عشان يقرا قران لعبد الحليم، زي ما عاش عمره كله كان بيسعدهم. هو كمان قدس حياته بعد ما ساب شغله انه يعني يذكر عبد الحليم في مماته ويقرا له القران، وده لحد قول الناس. لو وصلت لهنا نحط لايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك منا كل جديد من قناتنا.